اهلا بيكم. النهارده هنشرح درس موقع بلدي. اول حاجه بنتكلم يا شباب عن الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي، ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ موقع المكان بالنسبه الى اليابس والماء. يعني ايه؟ يعني انا النهارده عندي محل وانت عندك محل. المحل بتاعي في حاره ضيقه وشارع ضيق جدا. المحل بتاعك بيطل على نادي وجنبه جامع وجنبه مستشفى وجنبه ملعب كوره، والمحلين بتوع اكل. فطبعا الناس اللي عندك هيشموا الاكل هيجوا يشتروا اكل كتير منك. اما المحل بتاعي في شارع ضيق فبالتالي مفيش حد هيشتري مني. فانهي موقع متميز؟ الموقع بتاعك انت، بتاع المحل بتاعك انت. طيب يبقى الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبه الى اليابس والماء، يعني قدامه ميه ايه وجنبه يابس ايه. طيب ده الموقع الجغرافي. السؤال بيجي ازاي؟ يقول لك ما المقصود بالموقع الجغرافي؟ نروح قايلينه هو الموقع بالنسبه لليابس والماء. طيب مساحة مصر تبلغ حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع، ودي بتيجي اختر الإجابة الصحيحة. يجي يقول لك تبلغ مساحة مصر حوالي، هنروح قايلين 1,000,000 كيلومتر مربع. يبقى عندنا مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع. اكتب ما تشير إليه العبارة موقع المكان بالنسبة إلى اليابس والماء، بنسميه الموقع الجغرافي. طب تعالى نشوف الموقع الجغرافي لمصر. أولا مصر الحتة البنك دي، والقارة اللي فيها مصر قارة أفريقيا. يبقى أول معلومة خدناها اللي مصر تقع في قارة أفريقيا. طب في اتجاه إيه؟ في اتجاه شمال شرق، مكتوبة تحت أهي. يبقى تقع مصر شمال شرق قارة أفريقيا. يبقى مصر تقع شمال شرق قارة مين؟ أفريقيا. وهي ملتقى قارات العالم القديم. مين هما؟ أفريقيا وآسيا وأوروبا. يبقى تقع مصر شمال شرق قارة أفريقيا، وهي ملتقى قارات العالم القديم. عندنا 3 قارات، افريقيا واسيا واوروبا. طب السؤال بيجي ازاي يا مستر؟ يجي يقول لك بما تفسر اهميه موقع مصر. هنروح قايلينه عندنا تقع مصر شمال شرق قاره افريقيا، وهي تقع في ملتقى قارات العالم القديم، افريقيا واسيا واوروبا. طيب بعد كده الناحيه الثانيه على طول تطل مصر على بحرين. البحر الاحمر ده شرقا، ده اتجاه الشرق، والبحر المتوسط في الشمال. يبقى تطل مصر على البحر المتوسط شمالا اهو يا شباب، وعندنا البحر الاحمر في اتجاه الشرق. يبقى كده مصر عندها بحرين، شمالا البحر المتوسط وشرقا البحر الاحمر. اكتب ما تشير موقع المكان بالنسبه لليابس والماء. ايوه برافو عليكم، الموقع الجغرافي. اكمل العباره التاليه: مساحه مصر تبلغ حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. طيب في سؤال اخير هنا، بما تفسر اهميه موقع مصر. اول حاجه في الاهميه احنا ممكن نتكلم عن الحاجات اللي فوق. ممكن نقول تقع في شمال شرق قاره افريقيا، الاجابه صح. ممكن نقول ملتقى قارات العالم القديم، اسيا واوروبا وافريقيا. تطل على بحرين الاحمر ومتوسط. وممكن نكتب الاجابه اللي تحت دي، اللي ساعد الموقع الجغرافي متميز لمصر على سهوله اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا. الله، يعني ايه تجاريا وحضاريا؟ تجاريا اللي موقع مصر اهو ساعد على اتصالها بكل دول العالم. واحد دوله هنا هتروح تشتري حاجه من مصر، دوله هنا عايزه تروح الناحيه الثانيه هتعدي على مصر، فده اسمه اتصال تجاري. اتصال تجاري يعني حركه السفن وحركه البيع والشراء. سفينه ماشيه معديه في قناه السويس محمله سكر، سفينه جايه محمله مثلا تين شوكي، وهكذا. يبقى اسمها ايه عندنا؟ اتصال تجاري. طب اتصال حضاري ازاي؟ عشان في مصر زمان كان في الحضاره الفرعونيه، فهي ساعد موقع مصر متوسط على الاتصال بالحضارات الاخرى. يبقى كده سهوله اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا، خاصه بعد افتتاح قناه السويس للملاحه. يعني ايه ملاحه؟ ملاحه يعني حركه السفن، خاصه بعد افتتاح حركه السفن في قناه السويس. يبقى نرجع تاني، عندنا بما تفسر أهمية الموقع الجغرافي لمصر سهولة اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا. يبقى سهولة اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا عبر التاريخ، وبخاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة. يبقى سهولة اتصالها بدول العالم تجاريا وحضاريا، وخاصة بعد افتتاح قناة السويس للملاحة. طب يلا بينا نشوف النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها بنتكلم عن حاجة اسمها الموقع الفلكي. يا شباب موقع فلكي يعني موقع وهمي. يبقى ما المقصود بالموقع الفلكي؟ هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى الموقع الفلكي تاني هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طب خطوط الطول ودوائر العرض دي عبارة عن ايه؟ خطوط وهمية. يبقى خد بالك، الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الله يا مستر مش فاهم. خطوط الطول اكن السيراميك اللي انت قاعد عليه دلوقتي، جاي بالطول وجاي بالعرض، ادي بلاطة ودي بلاطة ودي بلاطة ودي بلاطة. يبقى ده اسمه الموقع الفلكي. يبقى الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة للسيراميك. بالنسبة لمين؟
مين؟ للسيراميك. يبقى احنا كده الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. افتكر شبكه الجون جايه بالطول وجايه بالعرض، يبقى ده اسمه الموقع الفلكي. طب خطوط الطول ودوائر العرض دي عباره عن ايه؟ خطوط وهميه رسمها العلماء الناس المهتمين بدراسه الارض على خرائط ومجسمات الكره الارضيه، مش مشكله قوي عندنا. يبقى اهم حاجه عندنا كلمه وهميه، يبقى هي خطوط وهميه. يعني ايه وهميه؟ يعني غير حقيقيه، غير حقيقيه. هدفها ايه؟ هدفها تحديد الموقع بدقه على سطح الارض. يبقى بما تفسر اهميه خطوط الطول ودوائر العرض تحديد الموقع بدقه على سطح الارض. يبقى بما تفسر تاني اهميه خطوط الطول ودوائر العرض تحديد الموقع بدقه على سطح الارض. يبقى اهميتها تحديد الموقع بدقه على سطح الارض. يبقى دي كده اهميه خطوط الطول ودوائر العرض. اكتب ما تشير اليه العباره. الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض اسمه الموقع ايه؟ ايوه اسمه الموقع الفلكي. طب خطوط الطول ودوائر العرض خطوط وهميه ولا غير حقيقيه ولا حقيقيه؟ لا وهميه، يعني غير حقيقيه. رسمها العلماء. طب رسموها على ايه؟ ممكن تيجي اكمل على خرائط، جمع خريطه، ومجسمات الكره الارضيه. يعني ايه مجسمات الكره الارضيه؟ يعني كره ارضيه كده زي الصوره اللي احنا شفناها دي من شويه، زي الصوره دي اسمها مجسمات الكره الارضيه. طب نرجع تاني هنا، يبقى عندنا خطوط وهميه رسمها العلماء على خرائط ومجسمات الكره الارضيه. هدفها ايه؟ تحديد الموقع بدقه على سطح الكره الارضيه. يبقى لو جالنا سؤال بما تفسر اهميه خطوط الطول ودوائر العرض هنقول تحديد الموقع بدقه على سطح الكره الارضيه. طيب نخش بقى في واحده واحده. خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول عباره عن ايه؟ انصاف دوائر راسيه. لا يا مستر انا مش فاهم حاجه، افهمك. بص معايا كده، هنفترض ان الكره اللي قدامنا دي هي كره ارضيه. خطوط الطول جايه بالطول صح؟ بهدي نص دايره وادي نص دايره وادي نص دايره وادي نص دايره. يبقى اسمها ايه؟ انصاف دوائر وهميه. يعني ايه؟ اكنك النهارده فتحت استفندي قشرته، فكل استفندي عامل نص دايره، كل فصل عامل نص ايه؟ دايره. يبقى الفصل الواحد عامل نص ايه؟ دايره. يبقى خطوط الطول عباره عن انصاف دوائر راسيه. يعني ايه راسيه؟ يعني جايه من الشمال للجنوب، جايه من فوق لتحت، تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. يبقى احنا كده اول حاجه عرفنا ان خطوط الطول عباره عن انصاف دوائر راسيه. يبقى انت خدها عندك ملاحظه كده، خطوط الطول بتحب الاستفندي. بتحب ايه؟ الاستفندي عباره عن ايه؟ نص دايره، كل فصل نص دايره. يبقى انصاف دوائر رأسية تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. طيب خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش. اسمه خط ايه؟ جرينتش. مش فاهم، افهمك. خط الطول الرئيسي اسمه خط جرينتش. دي كره ارضيه، ففي خط طول بيقسمها نصين. اكن مامتك النهارده معاها سكينه بتقسم ايه؟ بتقسم عندنا برتقانه ما بينك وبين اخوك. يبقى اسمها ايه؟ عندنا خطوط الطول خط ايه؟ خط جرينتش. يبقى خط جرينتش ده بيقسم الكره الارضيه الى نصفين متساويين. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه خط جرينتش. طب درجته كام؟ درجته صفر. يبقى خط الطول الرئيسي اسمه جرينتش. جرينتش صعب، هنقول جري ونتش، حرامي جري ونتش الموبايل. يبقى اسمها خط جرينتش. درجته كام؟ درجته صفر. يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. يعني جاي بالطول، فبيقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين. يبقى تاني، خطوط الطول بتحب تاكل الاستفندي كل فص عبارة عن نص دايرة. يبقى أنصاف دوائر رأسية يبقى تمتد من القطبين الشمالي والجنوبي، تصل بين القطبين الشمالي والجنوبي. طب خط الطول الرئيسي اسمه مين؟ خط جرينتش. درجته كام؟ درجته صفر. يقسم الكرة الأرضية إلى كام نصف؟ إلى نصفين متساويين ولا غير متساويين؟ لا متساويين، واحد في الشرق وواحد في الغرب. يبقى نصف في الشرق ونصف فين؟ في الغرب. طيب ما المقصود بدوائر العرض؟ دوائر العرض عبارة عن دوائر أفقية ترسم حول الكرة الأرضية وهي غير متساوية الطول. مش فاهم، هقول لك على حاجة. هنفترض اللي ايه الدايرة دي قدامك هي ايه؟ الكرة الأرضية. فدوائر العرض جاية كده، بصوا كده الدايرة دي كبيرة، طب الدايره اللي فوق دي اصغر، طب الدايره اللي فوقيها اصغر، طب الدايره اللي هنا اصغر من الحته دي، تمام؟ الدايره اللي هنا اصغر من الحته دي. يبقى عباره عن دوائر افقيه يعني عامله زي ارفف الدولاب. تفتح الدولاب تلاقي كل رف قدام بعضه، يبقى اسمها دوائر فوق بعض ولا ايه؟ يبقى اسمها دوائر افقيه. حلو قوي. طيب غير متساويه؟ غير متساويه الطول. يبقى كده خطوط الطول دوائر العرض تاني دوائر افقيه يعني جايه زي ارفف الدولاب فوق بعضها وهي غير متساويه. يبقى أفقية وغير متساوية تحيط بالكرة الأرضية. طيب بعد كده عندنا دوائر العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء. تاني يا مستر، ادي الكرة الأرضية اهي.
عندنا دائرة العرض الرئيسية جاية بالعرض كده اسمها دائرة الاستواء، دي بتقسم العالم إلى اتجاه الشمال واتجاه الجنوب. يبقى تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. درجتها إيه؟ درجتها صفر. يبقى إحنا ناخد بالنا دلوقتي خط الطول الرئيسي جرينتش درجته صفر، دائرة العرض الرئيسية اسمها الاستواء درجتها صفر. طيب خط الطول الرئيسي جرينتش يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، وهنا برضو تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، بس ده واحد في الشرق على ايدك اليمين وواحد في الغرب على ايدك الشمال. اما هنا احدهما في الشمال والاخر في الجنوب، يعني واحده فوق وواحده تحت. يبقى اكتب ما تشير اليه العباره. الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض اسمه الموقع الفلكي. طيب يبقى ده اسمه الموقع الفلكي. بعد كده بما تفسر اهميه خطوط الطول ودوائر العرض تحديد موقع الاماكن بدقه. طيب اكتب ما تشير انصاف دوائر رأسيه تصل بين القطبين خطوط الطول. اكتب ما تشير اليه العباره دوائر افقيه وغير متساوية الطول يبقى دوائر العرض. طيب خط الطول الرئيسي اسمه ايه؟ جرينتش درجته كام؟ صفر. بيقسم الكرة الأرضية إلى بالتساوي ولا غير متساوي؟ لا، إلى نصفين متساويين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. طب دائرة العرض الرئيسية اسمها ايه؟ اسمها الاستواء درجتها كام؟ درجتها صفر. تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب. تعالى بعد كده نشوف خطوط الطول ودوائر العرض أهميتها ايه. خطوط الطول تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا. خطوط الطول اللي احنا شايفينها دي بتحدد المواقع على سطح الارض شرقا وغربا. يعني ابراهيم قاعد هنا يبقى في اتجاه الشرق، منى قاعده هنا في اتجاه الغرب، خلود قاعده هنا في اتجاه الشرق، ايسل قاعده هنا في اتجاه الغرب. تمام؟ يبقى تحديد الموقع على سطح الارض شرقا وغربا. وتحديد الزمن، تحديد الزمن ليه بقى؟ عندنا تحديد الزمن ومعرفه فروق التوقيت بين الاماكن على سطح الارض. يعني ايه؟ يعني بيقول لك مثلا الساعه هنا 12، هنا الساعة تبقى 12 و4، الخط اللي بعده 12 و8، الخط اللي بعده 12 و12. ليه؟ عشان الفرق بقى من كل خط طول وآخر 4 دقايق، فهي كده بتساعد في تحديد التوقيت. يبقى خطوط الطول أهميتها أوبر وكريم. أوبر وكريم النهارده أنت كنت قاعد مع بابا وقال لك افتح التطبيق ويلا احجز العربية. أول حاجة بتحدد الموقع، بتقول له أنا تعالى هنا، أنا في شارع الهرم مثلا، أوكي؟ يبقى أنت كده حددت الموقع. يروح التطبيق قال لك إيه؟ السواق أو الكابتن جاي لك بعد 4 دقايق. يبقى احنا كده عندنا تحديد المكان وتحديد الوقت. يبقى بما تفسر أهمية خطوط الطول تحديد المكان أو الموقع، بس شمالا وجنوبا ولا شرقا وغربا؟ لا، شرقا وغربا. حلو. وتحديد الزمن، يبقى أول ما أقول لك بما تفسر أهمية خطوط الطول افتكر أوبر وكريم. المستر قال لي دوس على التطبيق حدد المكان. تحديد المكان. السواق قال لي أو السيستم قال لي الكابتن جاي بعد 4 دقايق، يبقى تحديد المكان وتحديد الزمان. طيب الناحية التانية دوائر العرض اللي هي الصورة اللي قدامك دي. طيب أهميتها إيه؟ تحديد مواقع الأماكن شمالا وجنوبا. خد بالك هنا بتحدد المواقع وهنا بتحدد المواقع، بس خطوط الطول عشان جاية بالطول فبتحدد المواقع شرقا وغربا. أما هنا دوائر العرض بتحدد المواقع الأماكن شمالا وجنوبا. طيب ليه؟ لمعرفة أحوال المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار. يعني هي بتقول لك بكرة الحرارة عالية، عندنا مثلا نرتدي ملابس صيفيه. طب الرياح بكره شديده، خدوا بالكم وتقلوا على نفسيكم، وهكذا. يبقى معرفه احوال المناخ من حيث الحراره والرياح والمطر. يبقى عندنا اهميه دوائر العرض تحديد مواقع الاماكن اهي شمالا وجنوبا، ومعرفه احوال المناخ من حيث 3 حاجات: حراره ورياح ومطر. طيب نبص هنا، عندنا الكره الارضيه اهي، عندنا دائره العرض الرئيسيه لسه واخدينها من شويه اسمها الاستواء درجتها كام؟ درجتها صفر. طيب عندنا مدار اسمه مدار السرطان ومدار اسمه مدار الجدي. خد بالك الاثنين درجتهم واحده 23 ونص 23 ونص. نفرق ازاي ما بينهم؟ اقول لك على حاجه. مدار الجدي في كلمه جيم، جيم يعني جنوبا، يبقى مدار الجدي 23 ونص جنوبا. مدار السرطان مفيش كلمه جيم، يبقى في اتجاه مين؟ الشمال 23 ونص شمالا. طب السؤال بيجي لنا ازاي يا مستر؟ هقول لك، يجي يقول لك دائره الاستواء درجتها صفر، يجي يقول لك الدايره اللي درجتها 23 ونص جنوبا،
جنوبا جيم جيم جيم، يبقى مدار الجدي. بعد كده مدار السرطان درجته كام؟ 23.5 مين؟ شمالا. طيب بعد كده عندنا في قطبين، عشان لو جالك برضو خريطه للكره الارضيه، في قطبين، القطب اللي فوق اسمه القطب الشمالي، النقطه اللي فوق دي خالص، والنقطه اللي تحت اسمها القطب الجنوبي. يبقى عندنا قطب وقطب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، القطب الشمالي والقطب مين؟ الجنوبي. طيب هنا بقى ناخد بالنا، دائره الاستواء اكبر دوائر العرض طولا، يعني اكبر واحده في الطول دائره الاستواء. تعال نبص كده على مجسم اهي، بص كده الخط الاحمر ده اكبر من مدار السرطان، الخط الاحمر ده اكبر من مدار الجدي، يبقى كده اكبر دائره في الطول دائره الاستواء. مدار السرطان درجته كام؟ 23.5 شمالا. مدار الجدي فيه كلمه جيم، يبقى 23.5 جنوبا. طب خد بالك من الملحوظه اللي فوق، تصغر دوائر العرض كلما ابتعدنا شمالا وجنوبا عن دائره الاستواء. مش فاهم؟ بص على الخريطه كده، دائره الاستواء اهي، بص هنا مدار السرطان اهو، بص هنا لو عملنا دايره كده صغيره برضو هتلاقي بتقل، يبقى تقل دوائر العرض في الطول كلما اتجهنا شمالا، وتقل في الطول كلما اتجهنا نحو الجنوب. مش فاهم؟ اقول لك بص تاني على الخريطه معايا، عندنا ده مدار السرطان، طب لو عملنا دايره هنا ودايره هنا صغيره ودايره هنا اصغر، تمام؟ فانت بتلاقي ان دايره السرطان اكبر من الدوائر دي، دايره السرطان اكبر من الدوائر دي، يبقى كلما اتجهنا نحو الشمال تقل دوائر العرض في الطول، وكلما اتجهنا نحو الجنوب تقل دوائر العرض في الطول. عشان كده يقول لك ايه؟ تصغر دوائر العرض كلما ابتعدنا شمالا وجنوبا، بتيجي اكمل، يبقى تقل دوائر العرض كلما ابتعدنا شمالا وجنوبا عن دائره مين؟ عن دائره الاستواء. طيب تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده هنا بنتكلم عن الموقع الفلكي. الموقع الفلكي لو حد فاكر لسه قايلين ما المقصود بالموقع الفلكي، هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب من خلال الخريطة نستنتج أن تقع مصر بين دائرتي عرض يعني جايب العرض كده، تمام؟ 22 جنوبا، 22 شمالا يعني في اتجاه الجنوب، 31 و36 شمالا. يعني ايه؟ تعال نبص على الخريطة كده، مصر اهي قدامك، تمام؟ تقع بين دائرتي عرض 22 جايب العرض اهي 22 شمالا، وعندنا هنا 31 36 شمالا، وعندنا خطي طول يعني جايب الطول 25 شرقا، ادي الطول اهي، و27 شرقا. فكل ده ما يهمناش في حاجه، محدش يحفظ من الناس اللي بتسمعنا، اولياء الامور اللي بيسمعونا يا ريت محدش يحفظ الارقام. انا يهمني ايه؟ يهمني كلمه واحده هنا، اللي مصر تقع شرق خط جرينتش، ويمر مدار السرطان في جنوب مصر، مدار السرطان اهو يا شباب. يبقى نرجع تاني بالراحه، يبقى احنا دلوقتي عندنا مصر تقع فين؟ شرق خط جرينتش، حلو قوي، ويمر مدار السرطان في جنوب مصر، يبقى مدار السرطان يقع في جنوب مصر. يقع فين؟ يقع في جنوب مصر. اما بالنسبه للكره الارضيه يقع في شمال الكره الارضيه. لا يا مستر ممكن تفهمني؟ هقول لك دلوقتي، ركز معايا. هنفترض دي الكره الارضيه، حلو، افترضت، حلو جدا، وادي هنا ده خط الاستواء، حلو، والحته المنقطه دي ده مدار السرطان. مصر اهي المربع ده، يبقى كده مدار السرطان بيقع بالنسبة للكرة الأرضية في اتجاه مين؟ اتجاه الشمال. طب بالنسبة للمربع يقع فين؟ في اتجاه الجنوب. المربع ده اسمه ايه؟ اسمه دولة مصر، فكده مدار السرطان يقع في جنوب مصر. أما بالنسبة للكرة الأرضية مدار السرطان يقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية. يبقى نرجع تاني للموضوع بتاعنا، يبقى عندنا مصر تقع شرق خط جرينتش، ويمر مدار السرطان في جنوب مصر. طيب تعالى نشوف اللي بعده، النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لمصر، ودي بتتكرر كتير قوي في الامتحانات. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لمصر؟ أدى ذلك إلى وقوع معظم خد بالك من كلمة معظم الأراضي المصرية ضمن الإقليم الصحراوي الحار. يبقى عندنا بص كده على الخريطة، بتلاقي أصلا أغلب لون على الخريطة هو اللون الأصفر، اللون الأصفر ده لون الصحراء. يبقى وقوع معظم مساحة مصر في الإقليم الصحراوي الحار، مثل محافظة مين؟ محافظة الوادي الجديد، حلو قوي. طيب ووقوع الأجزاء الشمالية، بص كده الأرض الشمالية هنا عند البحر المتوسط تقع ضمن مناخ إقليم البحر المتوسط المعتدل، خد بالك من كلمة المعتدل، مثل محافظة مين؟ مثل محافظة اسكندرية. يبقى لو جالك سؤال من أمثلة المحافظات التي تقع في الإقليم الصحراوي الحار، محافظة الوادي الجديد. لو جالك سؤال من أمثلة المحافظات التي تقع في الإقليم البحر المتوسط، محافظة الاسكندرية. ما النتائج المترتبة؟ سؤال مهم جدا على الموقع الفلكي لمصر. هنقول له تقع معظم مساحة مصر ضمن الإقليم المناخي الصحراوي الحار، ما عدا الأجزاء الشمالية تقع ضمن إقليم مين؟ أيوه برافو عليكم، إقليم البحر المتوسط. من أهم مدن الإقليم الصحراوي
محافظة الوادي الجديد. من أهم مدن إقليم البحر المتوسط المعتدل محافظة مين؟ محافظة الإسكندرية. طيب تعالى نشوف الحتة اللي بعدها، حساب فروق التوقيت. يعني ايه فروق التوقيت؟ احنا النهارده في مصر مثلا الساعة 10 بالليل، تلاقي في امريكا الساعة 10 الصبح، في فرنسا الساعة 5 المغرب، مش عارف انجلترا مثلا الساعة 12 الظهر. الله، ده في فروق توقيت جدا بيننا وبين بعض. ليه بقى؟ اول حاجه تدور الارض حول نفسها، يعني الارض بتدور حول نفسها، زي كده بنلعب كده دوخيني يا لمونه. حلو قوي. يبقى تدور الارض حول نفسها امام الشمس. ادي الارض اهي وادي الشمس اهي، فالكره الارضيه دي عماله تلف حوالين نفسها. تمام، اكن الكره الارضيه هي المؤشر عمال يلف حوالين نفسه. تمام، مره كل 24 ساعه. يبقى الارض بتلف حوالين نفسها مره كل قد ايه؟ كل 24 ساعه. يبقى ناخد بالنا كده اول معلومه، الارض تدور حول نفسها مره كل 24 ساعه من اتجاه الغرب لاتجاه الشرق. طيب كده خدنا المعلومه دي مهمه جدا. يبقى اول معلومه عندنا تدور الارض حول نفسها كل يوم، يبقى كل كام ساعة؟ 24 ساعة. من اتجاه ايه؟ من اتجاه الغرب الى الشرق. الله، طب انا يا مستر ممكن اتلخبط. اقول لك على حاجة حلوة، هي الشمس بتشرق الاول ولا بتغرب؟ الشروق الصبح الاول وبعد كده بتغرب. احنا بقى بندور عكس الشمس، يبقى احنا بندور من الغرب الى الشرق. يبقى كده عمرك ما هتنساها ان شاء الله. طيب ايه النتائج المترتبة للارض بتدور؟ بصوا بقى على الكرة الارضية، النتائج المترتبة هنا اللي هنا في نهار وهنا في ليل، صح؟ هنا في شروق وهنا في غروب، هو ده اللي حصل. فكده خلى هنا الدنيا متقدمه، ده النهار، وخلى هنا الدنيا بالليل متاخر شويه. طب تعالى نشوف ما النتائج المترتبه على دوران الارض حول نفسها امام الشمس. ترتب على ذلك تشرق الشمس على الاماكن الواقعه شرق خط جرينتش قبل الاماكن الواقعه غربه. اهو الشمس هتشرق هنا شرق خط جرينتش قبل الاماكن الواقعه الناحيه الثانيه. حتى هنا مكتوب ليل وهنا مكتوب نهار، يعني الشمس بتنور الجزء ده والجزء ده ما بتعرفش تنوره. يبقى تشرق الشمس على الاماكن الواقعه في شرق خط جرينتش قبل الاماكن الواقعه غربه. وبعد كده يبلغ الفرق في التوقيت بين كل خط طول واخر 4 دقائق. طب ركز معايا، هنا الخريطه انا افترض ان ده خط طول وده خط طول وده خط طول وده خط طول. هنا الساعه مثلا 12، هنا لا، هنا الساعه 12 و4، هنا الساعه 12 و8، هنا الساعه 12 و12. تمام، يبقى احنا كده الفرق بين كل خط طول واخر كام دقيقه؟ 4 دقائق. طب نرجع تاني، التكرار بيعلم الشطار. تدور الارض حول نفسها امام الشمس مره كل 24 ساعه. من اتجاه ايه؟ اتجاه ايه؟ قلنا عكس الشمس، من اتجاه الغرب لاتجاه الشرق. طب ايه النتائج المترتبه على كده؟ تشرق الشمس على الاماكن الواقعه شرق خط جرينتش قبل الاماكن الواقعه غربه. ويبلغ الفرق في التوقيت بين كل خط طول واخر 4 دقائق. وبكده انتهينا من الدرس. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.